الدولة جاي عشان الإخوان المسلمين ومحمد مرسي؟ أنت عبيط. إذا كان تنظيم الدولة بيكفر محمد مرسي والإخوان ولا يعترف محمد مرسي كحاكم مسلم في الأساس، هذا المصير المجهول اللي أنتوا واخديننا ليه هو مصير العنف. هذا العنف الذي لا أرغب به، هذا العنف بسبب الداخلية. لما ضابط يبقى لابس قناع ويقتلني، هو أنت منتظر إيه؟ منتظر إيه اللي أنت عمال تقتل فيه؟ المواضيع بتاخدنا إلى يعني مستوى لا أحد يقبله على الدولة المصرية. طيب هو الموضوع ده معمول كله عشان إيه؟ علشان حضرتك قضيت على شرعية 25 يناير. شرعية 25 يناير اللي منها انتخابات، اللي جزء منها محمد مرسي، اللي جزء منها حرية، عدالة اجتماعية، كرامة، إن إحنا نعيش مع بعض. أنت وفرت ده؟ ما وفرتهوش. طيب خليني آخد مكالمة. كلم الباحث والمحلل الأستاذ صلاح الباسل. الاتصال فقد، هنرجع له تاني. خلينا نكمل معاك. انت اللي ضيعت 25 يناير، انت المواطن اللي قاعد في البيت. احنا امنا للمجلس العسكري للاسف، كلنا، الاخوان و6 ابريل والبلدعي والسلفيين كله راح قاعد في اجتماع المجلس العسكري، واخطانا، الجميع اخطا لانه كان عارف ان هذا هو الجيش العظيم اللي هيحمينا وينقذنا من نظام مبارك، واكتشفنا اللعبه. طيب انت دلوقتي عايز تقتل كل الشباب الموجود في الشارع ده، اللي طالع ما عندوش هدف غير وطنيته وبلده، عايز تقتله كله علشان يعيش شخص ليه يعني؟ هو مين ابو بارم ديله يعني؟ هو ايه؟ هو المسيح نزل من السماء بعد ما طلعوا للسماء نزل تاني من السماء ولا ايه؟ يعني هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدل الحياة يعني؟ مين هو؟ يعني عشان شخص واحد يموت الشعب المصري؟ يا أخي هتافنا الدائم طول ما الدم المصري رخيص يسقط أي رئيس. ده الحقيقة. إذا اعتبرناه رئيس، طبعا أنا لا أعتبره رئيس، بس إذا أنت اعتبرته رئيس، اللي أنت اديته صوتك، اللي أنت انتخبته، اللي أنت فوضته يقتلنا، آن الأوان إنك ترجع لصوابك، تحمي الناس اللي موجودة في الشارع. مش قادر وجبان ومش قادر ترد المنكر بإيدك ولا بلسانك، ما تحرضش عليهم بلسانك. معانا التليفون ولا؟ معاك. ازيك يا أستاذ صلاح؟ أستاذ صلاح الباسل، اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله. عايز اسالك شايف الوضع ازاي؟ قبل ما تسالني اتفضل. قبل ما تسالني، انا كنت قلت لك الشعب ده هينفجر ولا ما قلتلكش؟ مش سامعك كويس. الشعب ده ايه؟ قلت لك الشعب هينفجر ولا ما قلتلكش الشعب؟ قلت لك الشعب ده هينفجر، مش هيرضى بالدستور. صحيح، حصل صحيح. دول مش اخوان بس يا استاذ سامي، طبعا كل الشعب المصري هم هيفضلوا يكذبوا على نفسهم طبعا. دول مش اخوان بس، اولاد مصر دول اللي في الشارع يا استاذ سامي. طبعا اخوان في المقدمه. طيب شايف تطور الامور ازاي؟ شايف تطور الامور او رؤيتك للوضع ايه؟ تحليلك ليها؟ والله تطور الامور لغايه الان الثوار عاقلين في كل، على فكره في 19 محافظه الثوار ما بيناموش لغايه الان. تطور الامور، انا اتمنى حد عاقل من الجيش يحل الموضوع ده، لكن معاه هو لا بس، لكن حد عاقل من الجيش ازاي يحل؟ يعني حد عاقل يعمل ايه؟ حد يتصرف، حد عاقل يشوف لنا يا فندم. البقاء للشعوب، متى صح منها العزم هي الابقى، الشعوب هي الابقى. ماشي، احنا مش عايزين شعب عشان خاطر مجموعه فاسده ولا مجموعه منقلبه ولا مجموعه خاينه. مش هنغير، احنا مش هنبقى عبيد اسرائيل، احنا مش هنبقى عبيد من الخليج، احنا مش هنبقى عبيد امريكا. كفايه عبوديه بقى، كفايه بقى. كل العالم اتطور اللي احنا ايه بقينا نضحك في رجات يا اخي من الخليج. يا اخي مين دول في الامارات ده هتتشحتنا؟ طب يا استاذ صلاح، انت سمعت تصريحات وزير الداخليه بيقول لك القتل بقانون، ان الضابط اللي بيقتل في الشارع يقتل بقانون بشرع القانون للقتل. وانا بقول له ما تخافش، القانون اللي تحطه هيطبق عليك، ما تخافش. انا عايز افكرك بحاجه يا استاذ سامي، في سنة 2011 يوم 26 يناير صفوة الشريف ولا الغير شريف جه من باندا كان بيتعالج، وقف وخبط على الارض ونحن ثابتين. بعدها 3 ايام كان اتشال، بعدها 3 ايام كان هو وجمال واحمد عيد شله كلها كانت بالسلامه ودخلوا السجن، بس يرجعوا له تاني
بس السجن بتاع الثوره غير السجن بتاع 2011. وحساب الثوره دي ثوره مش هتفيد القياده حد قدس فيه مين؟ لا. على كده ارفض عدوها وارفض حبيبها يا سامي. نعم. طب انا اسف لان انا مفعل لان الرد الفعل بتاعهم. انا عايز اعرف الضابط اللي بيقتل دلوقتي انت بتقتل ليه؟ انت بتقتل ليه؟ عنده 100 حاجه طب يا استاذ صلاح، هل في علاقه بين التسريبات اللي تمت وبين تواجد الناس في الشارع وبين الاتحاد الاوروبي النهارده اللي بيدين العنف وبين زياره اوباما للسعوديه الاسبوع اللي جاي؟ عايز اقول لك الخلاصه. اتفضل. بصراحه يعني العالم اللي في الشارع اللي يلعب تسريبات ولا يدعو حد ولا يدعو حد يسخنها، العالم دي مولعه نفسها كده ومش عايزين الطعم ده كله. العالم دي اتضحك عليها، العالم دي الناس اللي حن عليها، العالم دي مش هتاكل من نور العينين. ايه ازمات؟ ايه ده ازمات؟ ايه ده ازمات؟ انت تسريبات ايه؟ انا نفسي اعرف عملوا ايه؟ هم قالوا عملوا مرسي قرب مش ناجح ومش هذا لا الراجل كان ناجح، كان عنده اخطاء بس الراجل كان ناجح. هم عملوا لنا ايه؟ انا عايز افهم ايه اللي عملوه؟ قتلونا. ليه صفر؟ يعني قتلونا، يعملوا ايه اكتر من كده؟ يعني ايه ده؟ وبعدين هو احنا عملنا ثوره عشان انت ثاني والناس كانت بتطلع بره ثاني؟ احنا كنا بنموت عشان ايه ثاني؟ عشان تقعد بره وتطلع واللي ما كويس السجن. طيب هو ايه الحل من وجهه نظرك للامور دي كلها؟ يعني نحل الامور دي ازاي؟ او ايه الحل ممكن تتوصل ليه الدوله دلوقتي؟ لما بص دولة مين؟ حد من تحت ريح، لكن اللي فوق دول خلصوا، اللي فوق دول انتهوا، ده الواد مسكت ملوش حل معاه. لا انا كنت بقول يا استاذ صلاح، لا انا بكلمك على الدوله. انا بقول دايما ان طوال الوقت يعني ان السيسي هو جزء من المشكله وليس جزء من الحل. انا بكلمك على الدوله، بكلمك ان هو بيقولوا في ناس شرفاء في القضاء، في ناس شرفاء في الشرطه، فبقول طب هم فين؟ يعني لما هم بيقولوا في ناس كده، طب هم فين؟ اللي عندهم ضمير وضميرهم يمكن لسه صحي او بيوجعهم او فاق كان ناي واخد منوم، هم فين دلوقتي؟ والله اقول لك على حاجه في السن، هو مش عشان ما نضحكش على بعض، هو مش السيسي لوحده بس اللي هو جزء من المشكله. هو السيسي لما كان مغادر وجهه المنشيات لوحده الراجل على فكره. لا ده في ناس معانا على فكره، يعني في مجموعه معاها يعني خروج الامن بتاع ايام 25 يناير مش هيحصل تاني. يعني مفيش حاجه اسمها خروج امن وتكريمات ونشانات والكلام ده ما يحصلش تاني. لا عشان اي حد يجي لازم يحترم جزمه الشعب ده. طبعا. يعرف ان الدماء دي مش هتمشي ببلاش، دي حاجه. الحاجه الثانيه الحل بيد الشعب. صحيح. والموضوع هيتطور يا استاذ سامي، والله العظيم يا سامي ده هيتطور، والله العظيم يا استاذ سامي هيتطور. ونحن لا نريد للموضوع ان يتطور. فيعني بنشكر الباحث السياسي الاستاذ صلاح الباسل. لا نريد الموضوع يتطور، لا نريد شهداء كل يوم من نظام قاتل. يعني كلابك مش هتقدر تحرسك للنهاية، يعني كلابك مش هتقدر. وشوف الطواغيت اللي كانوا